قرب سن ال40 حصل لي موقف في الحياة خلاني ما بين إن أنا أختار أكمل في إن أنا بجري ورا باور والإيجو وإن أنا أعمل اسم وقوتي في شغلي وكده، وما بين إن أنا ستوب، لا أنتي لنفسك عليكي حق. ايه الكذبة اللي المجتمع بيصدرها لنا بعد ال40 وانتي مش مصدقة فيها خالص؟ كلمة سن اليأس دي كذبة كبيرة 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 كبيرة. ده مش سن يأس خالص، ده سن التغير. كمان عندك ADHD و OCD. عندي. خلينا بقى نتكلم في ال ADHD، فادك في ايه وضرك في ايه؟ يعني ايه الصعوبات اللي بتواجهيها فعلا؟ وهل ده له علاقة ان انتي قادرة تعملي حاجات كتيرة ده بيساعد؟ الاتنين إذا كان OCD أو ADHD فيهم تعب ليا وفيهم تعب للي قدامي لو أنا سبت نفسي ليهم. بتخافي من الستينات او السبعينات او داخلة عليهم مبسوطة ساعات كده، عارفة وانتي معدية تبصي في المراية، ايه ده في شوية خطوط، ده انتي قمر. عارفة بعمل كده على طول على فكرة. هل أنا لما أخاف من 60 أو من 70 هوقفه؟ مش هوقف، هوصل 60 هوصل 70 والعمر عند ربنا. محدش قال لي الباب يفوت جمل، لاني ببقى عارفه مقاس الباب وعارفه مقاسي وعارفه امتى هعرف اخرج من الباب وامتى مش هعرف اخرج من الباب. فالحمد لله لغايه النهارده محدش قال لي الجمله دي. معايا النهارده حد من اكتر الناس اللي هم فعلا بيمثلوا النص التاني من العمر وازاي نعيشه باكتر صحه وسعاده. اللي معايا النهارده حد كان اوريدي وصل لمناصب عاليه جدا في شغله، هي زوجه وصلت انها بقت جده، ابتدت تشتغل على نفسها جامد جدا بعد سن ال40 وال50، وابتدت تبقى بايكر ودايفر وبترسم، بتدرب الناس على الرياضه، وعندها اكاونتس بتاعتها هدفها كله انها تخلي الستات تعيش بقيه عمرها بسعاده وتصالح مع نفسها. هاي ريمان. ازيك؟ انا كويسه، ميرسي قوي انك معانا النهارده. انا محدش قال لي. اتشرفت بيكي يا حبيبتي. عايزه اسالك ليه بعد سن ال40 الستات بتبتدي تخاف من التغيرات في شكلها وبتبقى عايزه انها تركز قوي انها تلحق اللي ممكن تلحقه؟ خليني اقولك احنا كلنا عشنا في جيل او تربينا من اجيال الشكل كان مهم جدا. عشان تبقي مرغوب فيكي لازم تبقي حلوة. بس الموضوع ده بيتهيألي خلاص المحتوى مهم جدا، لان الشكل انت ممكن تقعدي مع حد عشان شكلك حلو هيزهق منك بعد 10 دقايق لساعة ماكسيمم. لكن لو المحتوى اللي انت بتقدميه وبتتكلمي فيه شد اللي قدامك، حلاوتك هتبقى احلى مليون مرة. فعمر ما كان الشكل كافي، هو الشكل بيلقطك بس كده في الاول، لكن بعدها مفيش، بتدركي ان محتواكي وروحك وطاقتك هي اللي بتجذب الشخص اللي قدامك اكتر من مجرد فكرة ان الشكل هو اللي مهم. طب انتي كحد قمر يعني ما ربنا فيش مفيش يخليكي. اتنين ده في بيختلفوا؟ وجهة نظرك انت بس، على فكرة في ناس ما بتشوفنيش قمر خالص، في ناس ممكن ما بقاش الستايل بتاعها اصلا. مش عارفه اصدق بس هل ده ساعدك في حياتك؟ ما اتمناش انه يكون ساعدني طبعا. الجمال ده نعمة من عند ربنا ورزق كبير جدا جدا الحمد لله عليه. بس كل انسان حلو من جوه، كل انسان فيه حاجة حلوة. آه، ساعدني اكيد في ناس بتفرق معاها، بس مش ساعدني انا كشخص، ساعد اللي قدامي انه يختارني مثلا. لكن كساعدني انا ما اتمناش ان هو ده اللي يكون ساعدني ان انا انجح في اي حاجة انا عملتها. عايزه اسالك يعني بتحسي مثلا دلوقتي ان في تركيز جامد قوي على ان الستات عايزه تبقى رفيعه وشكلها حلو وجسمها كويس وبياخد نسبه كبيره من وقتهم، يعني ازاي الانسان ممكن ان هو يوزن ده، يعني ما يبقاش فعلا كل تركيزه في الحته دي؟ المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي على فكرة، الموضوع ان تاخد بالها من نفسها ومن شكلها دي حاجة جميلة جدا يعني، بس هي لما بتزيد عن حدها ويصبح ان هي من جوه فاضية بس المهم الشكل بره هو اللي يبقى مليان، هو ده اللي بتبقى المشكلة. لكن ان انا اخد بالي من جسمي، اخد بالي من صحتي، اخد بالي من وشي، من شعري، دي حاجة جميلة جدا واتمنى الستات كلها تدرك ده وتعمله. ولكن لما يبقى هو ده محتواكي الشكل، هو ده اللي بتبقى حاجة غلط. لازم المحتوى يبقى تعلمنا، ثقافتنا، طاقتنا، روحنا، بنفيد غيرنا ازاي. هو ده المحتوى المهم اللي المفروض ناخد بالنا منه اكتر من الشكل. طيب انا بسمي سن ال40 وال50 الاف وورد، يعني مش وتسميه الاف وورد ليه؟ يعني هما بيبتدوا ب40 و50 بتبتدي بالاف، بس انا بحس ان يعني في كده يعني احساس ان الدنيا بتبتدي تبقى في النازل من بعدها. لكل حاجة في الحياة اب هيل وداون هيل. سن ال40 وال50 للأسف هو بيبقى البيك بتاع اي ست او راجل هو سن ال40 عاده، لان احنا بننمو 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 وبعدين بيبقى فيه اب هيل وبعدين بيبتدي الكيرف ينزل تاني.
هو ده السن اللي الواحد بيبتدي يحس ان هو في النازل، في تغيرات هرمونية بتحصل، في تغيرات في الجسم بتحصل. بس في انرجي او طاقة او محتوى جوه البني ادم او روح جوه البني ادم دي لو فضلت الايف ولا 40 ولا 50 ولا 60 هيفرقوا معاكي، لان انت محافظة على نفسيتك ومحافظة على طاقتك ومحافظة على حدودك مع التعامل مع الغير. فبالتالي بتفضل الحياة مستمرة. وكلنا في الآخر عارفين النهاية، ما يعني ما فيش حد عمل حاجة ديفرنت يعني. طب انتي ازاي خليتي روحك الايف زي ما انتي قلتي دلوقتي؟ قرب سن الأربعين حصل لي موقف في الحياة خلاني ما بين إن أنا أختار أكمل في إن أنا بجري ورا الباور والإيجو والفاينانشلز وإن أنا أعمل اسم وقوتي في شغلي وكده، وما بين إن أنا ستوب. لا، انت لنفسك عليكي حق. انا لازم في حاجات كتير انا عايزه اعملها في الحياه، مش بعملها لان انا بشتغل جامد جدا وبدي جامد جدا وبحب شغلي جامد جدا، بس في وقت لازم الواحد يقول كفايه. انا عايزه ابقى نفسي، عايزه الاقي نفسي، عايزه اعمل حاجات بحبها. و... وده كان قرب سن الأربعين، عشان كده أنا بالنسبة لي الأربعين ده فابulous كان word. فابيلس، ما هواش اف وورد خالص، ده بالعكس ده كان جميل جدا جدا. طب عايزة أسألك ايه الكذبة اللي المجتمع بيصدرها لنا بعد ال40 وانتي مش مصدقة فيها خالص؟ كلمة سن اليأس دي كدبة كبيرة 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 كبيرة. ده مش سن يأس خالص، ده سن التغير، ده سن ان انت تعرفي نفسك، سن تحبي نفسك، سن ما بقاش يفرق معاكي نظرة اللي قدامك فيكي زي ما كنت في العشرينات او التلاتينات. انت دلوقتي انا كده، هو ده. مش عايزة حد يضيف لي، انا قيمتي موجوده جوايا. انا عايزه اعمل حاجات، انا بيبتدي الانا عندك، الانا الكويسه مش الانا الغرور، الانا اللي هو انا عايزه الاقي نفسي، عايزه ارتاح، عايزه اعيش في سلام، عايزه ابقى في امان، عايزه اعمل حاجات بحبها. ده ما بحبوش ده بحبه، ده برتاح له ده ما برتاحلوش، ما ببقاش بعمل حاجات غصب عني. ده بالنسبه لي كان فارق كبير جدا جدا جدا. طيب انت كنت بتقولي ان الناس بتقول مع السن بنفتكر ان في حاجات بتقل، بينما انت بتشوفي ان في العكس، حاجات العكس بتكتر. تماما. ازاي؟ اللي بيقل طبيعي، في حاجات بتقل طبعا. الالاستيسيتي بتاعت الجلد ممكن تبقى تقل. الواحد بيبتدي جسمه يتغير، فيه حبة حاجات بتطلع هنا وانت محافظة على جسمك بتساعدك جدا انك تحافظي على ده. ولكن الحاجات اللي بتزيد راحة البال. راحة البال ممكن لو انت فعلا محافظة على نفسيتك، راحة بالك بتزيد. بيبقى عندك وقت تعملي فيه حاجات بتحبيها. أنا اتعلمت ركوب الموتوسيكلات بعد ال40، أنا اتعلمت أغطس بعد ال40، أنا واجهت مخاوف حياتية كتير جدا بعد سن ال40. أنا كنت بخاف أطلع أدوار عالية، أنا كنت بخاف أدخل أسانسير، أنا كنت بخاف أروح الملاهي وأركب حاجات مع الولاد لأن بخاف. بعد سن ال40 بقيت أجرب كل حاجة، مفيش حاجة اسمها خاف، في حاجة اسمها أجرب تعجبني أو أجرب ما تعجبنيش. فابتديت ارسم، ابتديت عندي وقت اروح اتعلم بيانو، فعملت حاجات كتير قوي كان نفسي اعملها بس ما كانش عندي الوقت ان انا اعملها. طب ايه اللي خلاكي تتشجعي ان كل حاجة بتخافي منها تكسريها؟ يعني ايه اللي حفزك على ده؟ لما عرفت ان انا استاهل، لما عرفت ان انا ليه ما اروحش الملاهي واتمتع باللحظة مع اولادي، ليه ان انا ابقى خايفة؟ لا، طب ما اجرب، مش يمكن لو ركبت اللعبة دي انبسط؟ ما الناس كلها اكيد اللي راكبة دي مش حاطة نفسها للتهلكة يعني، اكيد نازلين مبسوطين وقضوا وقت ظريف، ليه انا ما اعملوش؟ كان عندي مخاوف من الاماكن المغلقة، فنفق الازهر ده كان بالنسبة لي رعب، وبالذات وانا لوحدي، فكنت كتير اخد طرق تانية عشان اعديه. لغايه اما في مره قلت خايفه من ايه، ادخلي وجربي. اليوم ده دخلت وطلعت النفق 6 مرات، اوف. رايح والف وارجع وادخل تاني. دلوقتي لهلوبه بخش النفق وبخش الاسانسيرات بعمل ديوز جو. اي حاجه عندك خوف منها جربيها. التجربه بتخليكي تكسر الخوف، ولا تعمليها لا خلاص بلاش منها يعني. طيب عايزاكي تكلميني عن انت اوريدي يعني قلتي حاجات كثيره بتعمليها بالدايف وبتبينت، وانا عارفه انك ليكي في الجاردنينج جدا جناين جدا. وهكذا. بس عايزه اعرف منك ازاي
انت كمان عندك ADHD و OCD. عندي. خلينا بقى نتكلم في ال ADHD. فادك في ايه وضرك في ايه؟ يعني ايه الصعوبات اللي بتواجهيها فعلا؟ وهل ده له علاقة ان انت قادرة تعملي حاجات كتيرة ده بيساعد؟ بصي الاتنين اذا كان OCD او ADHD فيهم تعب ليا وفيهم تعب للي قدامي لو انا سبت نفسي ليهم. بس انا الحمد لله آه، ابتديت اشتغل على نفسي فيهم لان وصلت لمرحلة اضطراب. كنت بيوترني جدا ان انا بفكر في مليون حاجة، يعني على ما اروح اعمل فنجان القهوة اللي انا عايزة اعمله الصبح بلم هدوم من على الارض وبشيل ايه وبرتب ايه وبحط ايه وبفتكر ايه وعايزه اعمل ايه ولازم اكلم ده، مليون فكره ممكن انسى انا بعمل ايه اصلا. فتنظيم الوقت وتنظيم افكاري، ان انا ابتدي انت رايحه تعملي قهوه ركزي على القهوه. فطبعا بدل ما بعمل 600 حاجه وانا رايحه اعمل، لا بعمل حاجتين لغايه اما دلوقتي بقيت رايحه اعمل قهوه انا مركزه رايحه اعمل قهوه. بتقولي لنفسك فبقعد كده. طول ما انا في الطريق مم. ركزي هنعمل ده بعدين، انا بعمل كده ركزي. بالظبط. فده very important ان انت تقدري تساعدي نفسك على ترتيب افكارك. طبعا عمرها ما بتروح completely لان خلاص ده حاجة عندنا عشت بيها سنين طويلة، لكن اللي اقدر اعمله ان انا اقوده، اجاهد نفسي ان انا بدل ما تفكري في 10 افكار فكري في اقل، وفي وقت ان شاء الله تفكري في اللي بعد كده. فده ساعدني كتير جدا ان انا اهدى كده واركز واحدة واحدة. طب والاو سي دي اتعاملتي معاه ازاي؟ لو انت واحده بايكر وبتطلعي صحراء يعني اكيد مش كل حاجه سوبر كلين واورجنايزد. انا الاو سي دي كان عالي جدا عندي، مرتبه ومنظمه جدا، وممكن لو انا مثلا رايحه شغل في حاجه ممكن اكتب اللي انا عايزه اعمله 3 4 مرات. عارفه اللي هي زمان كانوا يبيضوا ده. حتى وانا في الجامعه كنت اخد نوتس واروح البيت انقلها، وبعدين اجيب قلم احمر واخضر وازرق وانقلها تاني. فده كان بالنسبه لي كتير جدا. ده مفيد، فادني لان خلاني شخصيه منظمه جدا وبعرف ارتب افكاري وبعرف اعمل استراتيجيز وبعرف انا عايزه اروح فين. لكن كان مرهق. فابتديت اقلل شويه، مش لازم الواحد يبقى بيرفكت لان مفيش حاجه بيرفكت في الحياه. فبقيت اتقبل نفسي زي ما انا اكتر. مش لازم ابقى الشعر متستف بالواحد، لا ممكن شعري كده بالعكس ده جزء من شخصيتي. كنت دايما عندي مشكله في التابلوهات، اكيد ناس كتير عندها المشكله دي، لو معوج البرواز ثانيه انا ممكن ما انامش. دلوقتي لا، رحت لحد وساعدتني كتير جدا جدا ان اعوج البراويز واقعد بصلها، اغير اماكن الحاجه على الترابيزه واقعد بصلها من غير ما يحصل لي اي انفعال. طبعا في الاول كنت ببقى فيري تنس، متوتره، لا انا عايزه اقوم مش مهم خالص. واحده واحده لقيت ان الامور بتفك، وبقيت بطلع الصحراء دلوقتي حافيه والحاجات مش منظمه قدامي والدنيا ايه، لقيت الدنيا اسهل واظرف والحياه حلوه بطبيعتها. انت نهجك شويه ريفرس سايكولوجي اللي هو العلاج النفسي اكيد اللي اكيد هو لو الحاجه بتضايقك اكيد اعملها لحد ما ابقى اكيد. كويسه بيها. احب اجرب جدا جدا، بحب التجارب في كل حاجه. يعني بحب اخوض التجربه قبل، لان انا عشت عمري طويل جدا، عشت عشريناتي وثلاثيناتي محبوسه شويه جوه قواعد وجوه فريم انا اتربيت عليه. اي اطلع بره الصندوق بتاعي ببقى عندي قلق. فابتديت عايزه اطلع بره الصندوق، اشوف بره في ايه. واجرب. التجارب مش وحشه ابدا، التجارب بالعكس بتفيدنا وبتوسع قدراتنا وبتخلينا ننمو. ونبقى عارفين حتى اللي بيقول لك انا بغطس ده بيبقى حس بايه. ما انا ممكن كنت غطست، في ناس كتير قوي بتغطس وما بتتضايق ما بتنبسطش، خلاص بلاش. مش بتعملي حاجه عشان تضايقي نفسك يعني. ولكن ببقى عارفه احساسهم ايه، بقدر اتكلم في مواضيع. فحاجه مفيده ان احنا نجرب. بحس ناس كتير اللي هي كانت جنب الحيط وشاطره قوي وكده بيجوا بعد شويه بيقلبوا الترابيزه او خلاص بقى هنعمل كل حاجه ما كناش بنعملها. ما حاسه ده كنتش شاطره قوي بس مش كنت شاطره، مصدقاك. يعني كنت اكتر ماشيه على نظام، كنت منظمه جدا، يعني بدي كل حاجه حقها وباجي على نفسي علشان اتاكد انها اتعملت 100%. يعني 99% مش كفايه بالنسبه لي. فدي حاجه تعبتني، تعبت ولادي، تعبت جوزي، تعبت الناس اللي كانت بتشتغل معايا. في الوقت زمان كنت لا بدوس اكتر،
كنت حاطاهم في الكوبس وبحط نفسي في الكوبس عشان اتاكد ان النتيجه تطلع زي ما انا عايزه بالظبط. دلوقتي لا، دلوقتي عندي راحه نفسيه شويه، ان ممكن اهدى اعمل اللي انا عايزاه بالكفاءه هي بس بهدوء اكتر. طيب عايزين بقى نتكلم في موضوع شائك شوية. اتفضلي. اتجوزتي 3 مرات يا ريمان؟ اتجوزت 3 مرات اوكي. بجرب. وصاحبنا كم مرة؟ كتير. كتير. بصي يا ستي، اه. وانتي في العشرينات بيبقى ليك، انا اتجوزت بدري جدا، انا اتجوزت بقى 18 سنه. اول جوازه ليا كنت عايشه بره وكان نفسي ارجع مصر، وجات لي فرصه الجواز، حبيت بني ادم، الشخص زوجي الاولاني ابو ولادي الكبار. آه، كنت صغيره 20 سنه، ده يعني طفله تقريبا يعني. فطبعا نظرتي على الحياه، مع ان جوازتي دي استمرت 18 سنه، ولكن انا كبرت، انا نضجت، انا وصلت لمرحلة تانية. والجواز محتاج اتنين ماشيين مع بعض، ما ينفعش واحد ينط بره وواحد يفضل يجره. فبنوصل لمرحلة لا، this is not، مش هي دي، انا عايزه اروح في حته تانية. ده مش معناه ان الشخص اللي كان معايا فيه عيوب، بالعكس انا اتغيرت في حاجات وهو اتغير في حاجات، فبالتالي ما بقناش مناسبين نكمل الطريق. بس مناسبين، كنا مناسبين طبعا، ما انت بتتجوزي حد عشان بتحبيه وحاسه ان هو مناسب ليكي، لكن في وقت معين في الحياه بنختلف، الامور بتختلف، ده مش عيب ولا في شخصيته ولا في شخصيتي، ده الحياه بقى واخداكي لفين، الطريقه اللي نضجتي بيها بتروح فين. اللي بيتجوز في العشرينات حاجه، اللي بيتجوز في الثلاثينات بيبقى انضج اكتر، بيبقى عارف هو عايز ايه اكتر. ولكن بنبقى بنكافح في الحياة، بيبقى في نسبة تحمل. أنا بجري عشان أثبت نفسي في الثلاثينات، ده كلنا بنجري عشان إثبات النفس، وبنبقى عادة على السلم النص التاني من السلم لو بنشتغل، فبالتالي بنجري أكتر علشان الحياة بتبقى سريعة عشان نثبت نفسنا. لو الشخص اللي معاكي مش ماشي بنفس سرعتك أو هو كمان بيجري، فبالتالي ما بيبقاش في وقت ان احنا نتفاهم اكتر زي ما كنا متفاهمين، فبيحصل ساعات عدم توافق. برضو ولا خطأ فيه ولا خطأ فيا، ده تغيرات عادية للأجواء اللي احنا عايشينها. أنا الحمد لله نضجت في سن معين. أو نضوجي مش بس في الشغل، لا، نضوجي النفسي، أنا عرفت نفسي قوي في النص التاني من الأربعينات، وربنا قدرني في السن ده ان اقابل الشخص خلاص بقى انا عرفت نفسي وعرفت انا عايزه ايه في الحياه، وعرفت هو ده اللي انا عايزه اكمل بقيه حياتي فيه، وربنا رزقني بالشخص اللي عنده نفس ظروفي. فالجواز حاجة جميلة جدا، بس لما بنتجوز في العشرينات الحب والهيام والشوق والكلام ده حاجة، ولما نتجوز في وقت في الثلاثينات واحنا بنبني نفسنا حاجة. ولما في ناس بتقدر تكمل طبعا، وفي ناس ما بعرفش اضحك على نفسي، ما بعرفش اقول لنفسي استمري علشان خاطر ده ولا خاطر ده. لا، انا لو مش مرتاحة نفسيا ولا عمري هعرف ادي جوزي ولا ادي ولادي ولا ادي بيتي ولا ادي نفسي ولا ادي شغلي. فبالتالي انا صادقه مع نفسي قوي في الحته دي. طيب عايزاكي تقولي رسالة لحد، مثلا في ناس كتيرة قوي يعني بعد تجاوز مرة وبتقفل خالص او بتتعقد او ما بيبقوش قادرين خالص يطلعوا الطلعة دي تاني. بس انا شخصيا يعني بحب قوي السكند تشانسز، يعني الفرص الجديدة، واللي بيتجوز تاني وتالت ببقى مبسوطة له قوي، ببقى حاسة يعني بيتهيألي بننبسط للشخص، بس مش كل الناس بيبقى عندها جرأة انها تبقى في الحتة دي. انتي ايه اللي جواكي قدر ان هو ياتراكت او يجذب اشخاص تانية ليكي، وانك تلاقي الحب مرة واثنين ما وثلاثة؟ تدوريش عليه. بصي، عشان تاتراكت الشخص المناسب ما تدوريش عليه، طول ما انت بتدوري مش هتلاقي. وساعات كتير ربنا بيقسم لك، اولا الجواز ده رزق، فلو ربنا قسم لك تتجوزي ده رزقك. لو ربنا قسم لك ان انت تفضلي سنجل عمرك ما تجربي اصلا الجواز، ده رزقك. لو ربنا قاسم لك تتجوزي مرة أو اتنين، ده رزقك. المهم ترضي باللي ربنا رزقك بيه. في ناس كتير قوي مش متجوزة وسعيدة جدا، وفي ستات حتى يعني بتحقد عليهم، ده انت عايشة حياتك ومبسوطة وإيه. وفي ستات
حياتها بتبقى لو هي متجوزة بتحس بأمان أكتر. فأنت عايزة إيه؟ وما تجريش وراه، اتمنيه وحاولي ان انت تفتحي نفسك بطاقتك ليه، وسيبي الباقي على توكلك على ربنا. طيب بما انك بتتكلمي كتير على ربنا، كلميني بقى على علاقتك بربنا. علاقتي بربنا بحبها، بحبها. زمان انا طول عمري اتربيت ان والدي كان دايما يقول لي صلي واعملي اللي انت عايزاه، ادي فرائض ربنا وانبسطي في الحياة. فتربيت على ده. آه، بس اتربيت برضو في المجتمع عندنا بيخوفوك من ربنا. انا ما بحبش الخوف، انا ما بحبش الحب اللي بيجي عن خوف. لما وصلت للنضوج زي ما قلت لك في سن معين كده، بقيت بحب ربنا، بحبه، انا مش خايفة منه خالص. انا بحبه، يعني مش عايزة ازعله، مش عايزة مش عايزة اعمل حاجة من غير ما هو يبقى راضي عنها. عايزة علاقتي بيه تبقى نور لحياتي. ما دام انا قررت ان انا اؤمن have faith in God، خلاص أنا سلمته نفسي، سلمته إن هو هيعمل لي الخير، هيعمل لي الخير في حياتي العملية، في حياتي الشخصية، هيعمل لي الخير مع نفسي، في قراراتي مع أولادي. دايما أتوكل عليه. أنا ممكن أشوف موقف، ليه يا رب عملت كده؟ لا، هو عمل كده علشان فيه خير مستنيني. هو بيعلمني درس أخده دلوقتي علشان بكرة لو أنا رضيت هيفتح لي باب تاني. فأنا بقيت أمشي على ده. طبعا زمان ما كنتش كده، ولكن مع العلاقة اللي عمالة تقوى بيني وبينه بقيت حاسة إن أنا راضية الحمد لله. انتي تيتا؟ أنا تيتا مش قادرة اصدق. وفخورة جدا جدا جدا. مم. أحلى علاقة في الدنيا. أنا عملت حاجات كتير قوي بدري بدري بدري. تجربة إن أنا أبقى تيتا دي حياة. بصي، اللي قال أعز من الولد ولد الولد ده كان فنان. ليه؟ لأن في فرق كبير قوي إن أنت تربي ولادك وتبقي منتظرة منهم إن هم بينموا شخصياتهم وبتفضلي متابعة التربية، وبين إن أنت بتعيشي اللحظة. انا لما بيجيبوا لي احفادي انا ما عنديش تربيه، انا مش فارق معايا، مش انا اللي اربيهم، هم تربيه اهلهم يربوهم. انا بتمتع باللحظه، بجري وبلعب وبتنطط، يعني ببقى طفله زيهم بالظبط. ببقى عندي طاقه. الاطفال بيدوكي اجمل طاقه في الوجود، فما بالك بقى ان انت طاقه مش داخل فيها ستريس، مش داخل فيها نام كل اشرب روح تعالى، لا، ده انا بتمتع باللحظه زي ما هي. مهم. ف تيتا وتيتا سعيدة جدا جدا جدا. بكل فخر. الحمد لله. طيب حاجة تانية انت قلتي انها بتديكي طاقة حلوة جدا، اللي هي gardening، او ان انت بتزرعي كتير. في ناس بيقولوا عندها جرين هاندز، انا للاسف ما عنديش جرين هاندز، يعني بجيب ورد وكده بيموت، يعني ما اعرفش بعمل ايه. انت بتعملي ايه عشان ايه السر؟ حبيه واديله من وقتك. انت اكيد ممكن، انا ممكن اجيب حاجة مية واحط مية اسقي، لا لا، ده انا بسقي وانا بحبه. الطاقة الكونية لو دخلتي فيها بتبقي جزء منها. الشجر والزرع والورد ده طاقة كونية، ده روح. ما دام أي حاجة بتزرعيها بتسقيها بتشربيها وتأكليها بتكبر بتفتح ورد بيموت بيطلع غيره، ده طاقة كونية. خلاص ده زيك، انت ما تختلفيش عنهم في حاجة. فبالتالي تخيلي نفسك كده ان حد بيجي يرميلك طبق أكل أو طبق أو كوباية مية ويقولك اشربي، غير لما حد بيقعد جنبك وبيقطع لك الاكل وبيقول لك دوقي ايه رايك النهارده، طب الاكله كانت حلوه، طب انبسطتي، طب الاكله دي مفيده، طب بديكي فيتامينات، طب انا براعيكي، الله ده انت حلويتي. الحاجات دي بتكلمي الزرع. طبعا طبعا طبعا. ودي حاجه جوزي 24 ساعه واولادي بيتريقوا عليا فيها، لان ساعات ممكن اشوف ورده حلوه اروح اطبطب عليها واقول لها ايه الحلاوه دي. ف بحب اكلم الزرع، بحب اهتم بيه، عندي وقت بقعد اسمعه موسيقى، يعني بحب الحاجات دي. طيب كلميني شوية عن الصحة، يعني بتهيألي الصحة النفسية ممكن تقولي لي عنها شوية، هو واضح اوريدي من قصصك يعني ان حاجة مهمة ليكي. بس ممكن يعني برضو تكلميني شوية عن الصحة البدنية، فما بعد ال40 بتختلف في ايه؟ انا طول عمري بلعب رياضه من زمان جدا جدا جدا، بحب اجري، بس ما كانش عندي وقت كافي. فتره الشغل انا اشتغلت 30 سنه
وكنت بشتغل من بدري، بحب ابقى 9 الصبح، واللي اشتغل معايا عارف انا ممكن الغي اجتماع لو اتاخر عليا 10 دقايق انتهى. بحب الانضباط جدا، ما بحبش اتاخر على مواعيدي، بحب ان انا لما امسك حاجه بعملها على اكمل وجه، فبالتالي كنت بتاخر في شغلي جدا. وما كانش عندي وقت اعمل رياضه، جمعه وسبت بيبقى يوم راحتي يوم ولادي، فبالتالي الرياضه كانت جزء من حياتي، بس جزء متوتر، جزء ملوش مواعيد، بلعب رياضه في الاوقات اللي اقدر فيها. لما سبت الشغل ابتدى بقى عندي وقت، ابتديت احس ان لا، يعني لنفسك عليك حق جدا، انت لازم تتمشي اكتر. لقيت ان كل ما بمشي بلعب رياضة، بعمل تماريني دي، لقيت ان جسمي بيشد، صحتي احسن، طاقتي افضل. ببقى متعصبة او متوترة، لو رحت جريت نص ساعة برجع الاقي الدنيا وردي. فلقيت ان بتفتح لي ابواب صحتي النفسية أفضل، طاقتي إن أنا استحمل غيري أفضل، فليه ما كملش فيها؟ عجبني قوي كمان ان انت يعني بتعلمي الناس رياضة اونلاين، وان انت يعني المايند سيت بتاعك بيربسفل قوي، يعني انت عايزة تخدمي الناس، فانت مش عايزة تعملي رياضة تعلمي ناس اوريدي في اتليتس او ناس بتلعب كتير، انت عايزة تعلمي الناس اللي ما عندهاش اكسس لرياضة او مش عارفة تبتدي منين او مزنوقة في الكنبة وهكذا. فكلميني شوية بتعملي ده ازاي؟ إحنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا. الإنسان اللي ما بيفيدش غيره ما بيفيدش نفسه. مش عايزة أقولك نص طاقتك جاية من خدمتك، أو إن أنت بتعملي حاجة purposeful، بتعملي حاجة فيها إفادة للغير فبتفيدي نفسك. فلما لقيت إن أنا طاقتي ونفسيتي اتحسنت بالتمارين وبالرياضة، حبيت أشارك بيها الناس. وأكيد يعني ناس كتير قوي بتسألني أنت ليه ما بتدربيش في الجيم؟ أنا مش مدربة جيم، أنا إنسانة طبيعية جدا، استفدت بالتمارين وانبسطت بيها، عايزه غيري يستفيد. عمري ما هروح اعلم واحد بيروح الجيم اصلا، هفيده في ايه؟ ما هو الراجل بيروح، يعني بتروح لغايه هي بنفسها للجيم وبتتعلق وبتعمل تمارينها. انا عايزه الناس اللي مزنوقه في الكنبه، الناس اللي شايفه ان خلاص بقى انا عدى عليا القطر بقى، انا ما فيش امل. لا، ليه ما فيش امل؟ طول ما ربنا مديكي نفس، طول ما ربنا مديكي طاقه تعيشي، جربي. اول يوم التمرين هيبقى صعب، تاني يوم هيبقى صعب برضو. في ناس على فكرة بحط التمرين يقولي انا عملته امبارح وما حسيتش بفرق. ده انت بقالك شوفي كام سنة ما بتشغليش ولا عضلة من دول. ما ينفعش في يوم او 2 او اسبوع او 10 ايام تحسي ان خلاص بقيتي الفت. لازم الاستمرارية مهمة جدا، ومع الوقت هتشوفي الفرق فعلا. بيعجبني قوي كمان ان انت في فيديوهاتك بتبسطي الحاجه قوي لاي حد قاعد في البيت، يعني عندنا كرسي، عندنا ازازه ميه، هناخد كده، يعني ده بيتهيألي ممكن فعلا يكون عملي قوي عشان أنا لمعظم بكلم الناس. كل الناس، انا بكلم الناس القادره والناس الغير قادره. مش كل الناس تقدر تروح جيم، ومش كل الناس، مش بس ماديا، الوقت. لكن عندك وقت في البيت، انا مش طالبه من 10 دقائق، 10 دقائق حركه، 10 دقايق وانت بتطبخي، ما ت... لا، نشاط، اتحركي بسرعة. بطالب الناس تتحرك، لان ربنا مدينا مفاصل، مدينا جسم. الجسم ده مش جسمي، ده جسم ربنا مديهولي هبة ليا احافظ عليه. اداني مفاصل، اداني عضلات اشغلها، فلازم اشغلها. فلو ان احنا نفكر شوية ان ربنا مدينا جسم في مفاصل، في عضلات، في عظم، كل دول لينا عليهم حق. لازم نشغل عضلاتنا، لازم نشغل مفاصلنا، لازم نتحرك عشان نحمي جسمنا. عشان ايه؟ يعيش معانا اكتر. اللي ما بيحافظش على حاجة ما بتعيش معاه. طيب انت بتقولي دايما حاجه بتعجبني قوي، مفيش ستوبرز، تقصدي بيها ايه؟ مفيش حاجه تقف في طريقنا؟ انت لو فاكرة ان انت النهاردة قاعدة على الكنبة ركبك وجعاكي، جربي مرنيهم، جربي قوي العضلات اللي حوالين الركبة، هتعرفي تقومي. اديهم شهر هتعرفي تمشي، اديهم شهر كمان هتعرفي تجري، اديهم شهر كمان هتبقي احسن مني. يعني مفيش حاجة توقفك غير لما تجربيها. ساعات بيبقى في عندنا وجع في ركابنا، ما بنقدرش نتحرك، نريح الركبة يوم يومين 3 10، بس لازم نرجع تاني نتمرن، نرجع نشغلها. ليه؟ عشان تشيلنا. دي مدرسه بتهيألي مهمه قوي وناقصه عندنا في مصر، يعني مثلا انا عايشه بس في الامارات، دايما لو في اي انجري او اصابه
عمرهم ما يقولوا لك وقفي يقولك او اقعدي ريحي، اقعدي لا بالعكس ريحي. بيقول اه لك العكس، بيقول لك دربي الحاجات اللي حواليها كلها. ساعديها، يعني ممكن تريحي حاجه بسيطه، بس بيبقى تركيز كله ازاي هنحرك كل الحاجات اللي حواليها ترفعها. ما فيش خالص مبدأ ما تتنططيش ما تعمليش استني ما تخفي دي، بينما هنا كله يقول كله بيقول كده، وناس بتبعت تقول لي اصلا انا عندي غضروف وعندي خشونه. وانا قلتها انا عندي 3 غضاريف في ظهري، وعندي 3 غضاريف في رقبتي، مشكلين بقى غضاريف على انزلاقات على ايه. بتوجع طبعا بتوجع، ولكن انا جالي اصابه من حركه عملتها غلط من فتره، وده طبيعي على فكره عند كل الناس اللي بتدرب. بيفتكروا ان احنا ما بنصابش، بالعكس ده اكتر الناس اللي بتدرب هم اللي بيتصابوا. وتعبت جدا جدا وما كنتش قادره اقف. ورحت عملت رنين، ولما رحت للدكتور شافه قال لي هو الرنين ده بتاعك؟ فقلت له اه. قال لي اللي موجود قدامي في الرنين ما يدلش على الشخص اللي انا شايفه قدامي. وده كان اكتر حاجه وعتني ان تعبي ومجهودي في تقويه عضلاتي هي اللي شايلاني، مش عظمي هو اللي شايلني، لان عظمي فيه غضاريف وفيه خشونه وفيه. اللي كان شايلني هو التمارين اللي انا بعملها اللي قوت عضلاتي انها تشيلني. فالتمارين مهمة جدا جدا جدا، وبنصح كل الناس اللي فاكرة ان بعد ما شاب ودوك كتاب، لا، مفيش حاجة اسمها كده. التمارين ممكن في اي سن تتعلمي حاجة جديدة، ممكن في اي سن. انا اتعلمت بيانو وانا 48 او اكتر كمان، تلعبي ابتديت حلو. ارسم. اتعلمت لقيت نفسي فيه. مم. لا كان نفسي اجرب، بس للاسف ما استمرتش. بقيت بفك الخط، بس مبسوطة ان انا خدت التجربة. لقيت نفسي في حاجات تانية، لقيت نفسي اكتر في الرسم. برضو ابتديت رسم متأخر، لقيت ان عندي تالنت في ان انا ارسم، فبالتالي لقيت نفسي في الحتة دي اكتر من البيانو. فالوقت اللي كنت بقضيه هنا بقيت بقضيه. بتلاقي نفسك، بس تجربي. مفيش حاجة اسمها ستوبر خالص، ولا حاجة اسمها وصلت السن ما تجربيش. مفيش. جربي في اي سن. طب حاسه ان انت بتمري باحلى سنين عمرك بالوصف اكيد بتاعك ده؟ الحمد لله، الحمد لله، يعني الحمد لله. ولو سألوني سعيدة بالأيام اللي كنت فيها في العشرين، وسعيدة في الأيام اللي كنت فيها والتجارب اللي في الثلاثين، ومبهورة بالديفلوبمنت أو التطور اللي حصل فيا في الأربعينات، وبعيش بقى ما شاء الله أجمل أيام حياتي في الخمسينات. انت كام سنه يعني؟ عايز تعرفي؟ اه تديني كام سنة؟ بس انت لا عارفة ان لا انا في لا. الخمسينات. انا اه 58 وسعيدة وما بتكسفش من سني، بالعكس انا ببقى فخورة وانا بقول سني، لاني الحمد لله بحاول احافظ على نفسي، وبحاول ان انا آه، يعني انا حاسة ان انا دلوقتي الجول بتاعي في الحياة ان انا احاول اوصل للستات ان السن ولا حاجة، روحك وطاقتك هم كل حاجة. انا كان ده سؤالي ليكي، ايه البيربس بتاعك بس؟ هو ده البيربس بتاعي، ان انا افيد الناس بان تفتحي على الحياة، اعملي اللي نفسك فيه، جربي اللي يعجبك كملي فيه، اللي ما يعجبكيش ما انت ممكن تعملي تمارين وما تحسيش في نفسك خلاص، بس اتحركي. يعني ما بقولكيش اتمرني، بس بقولك اتحركي. فممكن تعملي تمارين تنبسطي جدا فيها، فجربي. طب ايه الحته فيكي اللي لسه عايزه تشتغلي عليها او انت مش فخوره بيها او نفسك تغيريها؟ ما فيش حد ما بيشتغلش على نفسه، طول ما انا عايشه لازم اطور في نفسي. انا شخص على قد ما عالجت نفسي من التوتر والقلق وشيل المسؤوليه، وان انا دايما عايزه ابقى اون تايم، وان دايما كل حاجه باخدها ساعات على اعصابي، عايزه اهدي شويه. وده اللي انا بعمله، ان انا ساعات بهدي هدي، بس الطبع غلاب. بترجعي في اوقات معينه وفي ظروف معينه تلاقي نفسك برضو رجعتي في الفيشه تاني، وعماله تاكلي من طاقتك. فبحاول اجاهد نفسي دايما ان امسك اللجام وافرمل، لان كلنا ما فيش حد بيرفكت، وما فيش حد ما بيجريش ورا حاجات. المهم اعرف امتى اوقف وامتى اشد واسرع. طب بيوحشك اي حاجه من حياتك الاولانيه او الشغل في شركات كبيره او الكوربريت هاسل او كده؟ لما بتعملي حاجة عن رضا، أنا كنت مرتضية جدا 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 باللي وصلت له في شغلي. الحمد لله أنا وصلت لأعلى منصب أنا كنت أتمناه. يعني ولا كنت عمري عايزة أبقى سي او، ولا عايزة أبقى آه، رئيسة شركة. الحاجات دي ما كانش ده أمالي. طموحي كان في الحتة اللي أنا عندي باشن أو شغف فيها، وهي كوميونيكيشن. وأنا الحمد لله وصلت لأعلى الدرجات اللي ممكن أوصلها في الفيلد بتاعي. وده كان الوقت اللي أنا أدركت الحمد لله مش هأتشيف حاجة أكتر.
بالعكس، انا ممكن ابقى في الداون هيل بتاعي، فانا احسن ان انا اريتاير وانا منوره احسن ما اضطر اريتاير غصب عني بعد كده. بيوحشني انضباط معين، بيوحشني آه، مجهود، تبقي في الكوبس بتعملي ده وبتعملي ده، بيوحشني التيم اللي كان معايا، العيله بتاعتي اللي كانت حواليا. والحمد لله انا ربنا انعم عليا بفريق عمل في كل الشركات اللي اشتغلت. انا اشتغلت في شركتين مينلي، وربنا انعمني في الاتنين بتيم اخواتي. فبصراحه بيوحشوني، وانا لسه على صله بيهم معظمهم لغايه دلوقتي. غير كده لا الحمد لله راضيه باللي انا عملته، وراضيه بالمستوى اللي انا سبت عنده وسبت هنا، وابتديت شغل في حته تانية. فشغلي اللي في الحته التانية ده هو على نفسي، فانا ابتديت مرحله شغل، بس شغل مختلف شويه. هل كان بيبقى عندك أي insecurities أو self doubt أو اللي هي بالعربي عندك شكوك في نفسك أو حاجة ما بتحبيهاش في نفسك طبعا أو مم. طبعا طبعا. إيه أصل آه، لحد من بره أنت يعني نموذج انا ما كنتش بيرفكت. كده على فكره في العشرينات. انا كان احب ابقى متأنتكه، والروج والميك اب والشعر ما اخرجش من البيت غير لابسه ومتسنجفه وبتوضبه نفسي مية مية. خالص. على فكره اللي بيعمل زياده ده بيبقى عنده lack of self confidence، بيظبط من الواجهه عشان يضفي على او يغطي على نقص داخلي جواه. انت كل ما بتبقي في امان مع نفسك ومع روحك وثقتك بنفسك بتبقى عاليه، كل ما بيفرقش معاكي المنظر الخارجي ده خالص. فتلاقي الواحده في العشرينات فول ميك اب وعايزه تتزوق وعايزه ايه ولبسها ومتهندمه، تدخل في الثلاثينات تبتدي تحاول تحافظ على صحتها بس برضو منظرها، تدخل على الاربعينات تبتدي تحس ان جمالها من غير ميك اب احلى. تخش بقى الخمسينات يا دوبك دب الروج وتبقي زي القمر، وتبصي في المرايه وتقولي الله ده انا قمر. فطبعا كان في داوت كتير جدا، ما كانش عندي نضوج كافي في مراحل كتير في شغلي حتى وانا بشتغل. كنت بخاف من كل التجارب، بس مع كل خوف من ده طول ما انا بجرب الخوف وبدخل فيه. انت لو ما دخلتيش بخوف صحي في اي تجربة ده بيدخلك في خطر. فانت لازم تدخلي في تجارب وتبقي خايفة وقلقانة وخايفة الاوتكم هيبقى ايه، وتتعلمي من الغلطات اللي انت عملتيها، اللي دي بتكسب مع كل غلطة بتتعلمي حاجة بتكسبك ثقة اكتر. فطبيعي ان البني ادم يبقى ثقته وهو صغير قليلة، وبتزيد مع خبطات الحياة اللي بتحصل. المهم نتعلم الدرس. طيب عايزة أسألك شوية حاجات بتهيألي الناس بتحب هذه الأنواع من الأسئلة. إيه هو الديلي روتين بتاع ريمان؟ بصي انا بحب اصحى بدري. انا مم. بحب اصحى بدري مم. يعني. وانا عندي 3 ولاد، 2 كبار بسميهم اخواتي لان الفرق بيني وبينهم 20 سنة تقريبا. مم. وعندي ابني بقى اللي هو الفرق بينه وبين اخواته 20 سنة. أوف. اوكي، ده انا آه. جبته عن تجربة، آه. قررت في الاربعينات اخلف. آه. شفت انا قد ايه مغامرة. ممكن مغامرة. ف آه، لقيت ان لا انا الجيل اختلف. انا وانا صغيره ما كنتش بربي، انا كنتش بعرف يعني ايه تربيه، انا كنت عايزه اللي يربيني. فتربيتي لابني الصغير اختلفت جدا، بس الجيل كمان اختلف، ما بقاش عنده وقت يقضيه معاكي. فانا بحب اصحى بدري، بحب اصحيه، بحب افطره، بحب اوصله المدرسه، لان هو ده الكواليتي تايم اللي انا بقضيها معاه. وبعد كده ببتدي حياتي. عندي كلبين، واحدة حبيبة أمها خالص قاعدة معاها جوه البيت، وواحد تاني قاعد بره روتوايلر كبير. عندي مسؤولية تجاهه. أنا لما بجيب كلب أو قطة أو حيوان أو زرع أو كده، يا أخد بالي منه يا ما أجيبوش. فكلبي اللي هو الروتوايلر الكبير لازم أخده الصبح أمشيه، ولازم ليه كده 10 دقايق أدربه على الأوبيدينس. فعندي مسؤولية تجاهه. برجع بعد كده ببتدي بقى ايه اظبط يومي، اشرب قهوتي، اخد الموزة بتاعتي. انا لازم الصبح اخد يا موزة يا بطاطاية، لازم يعني بروتين. وبعد كده بلبس واروح الجيم، او بركب عجل او بجري. يعني مش لازم ابقى الجيم كل يوم، ومش لازم عجل كل يوم، ومش لازم اجري كل يوم، ومش لازم اروح حتى رياضة. ممكن اتحرك في البيت اكتر. بعمل عندي ساعة ونص بيبقى بين التمارين وبين الرياضة.
كنت زمان بقى باروح الشغل طبعا، دلوقتي شغلي بقى هو السوشيال ميديا، فببتدي اوضب الكونتنت بتاعي، ببتدي اشوف هنزله ازاي، ببتدي ارد على الفولورز. انا بحب ارد على الناس جدا جدا، لان بحس ان هو ده البيربز بتاعي. يعني لو انا قررت ابقى كونتنت كرييتور بفيد الناس، فبالتالي مش هفيدهم من غير ما انجيج معاهم. فلما حد بيسالني حاجه احب اجاوبه، لو حد قال لي كومنت حلو بحب اشكره، بحب يبقى فيه الطاقه الراحه جايه بينا دي. بعد كده بخلص ببتدي على الساعة 2 أشوف بقى بيتي، ببتدي أطبخ. أنا بحب الطبيخ جدا، ده ثيرابي بالنسبة لي. وبحب ألف أكلات، بحب يعني الريسيبي بتاعتي مش هي كل يوم، بحب أضيف إضافات وأجرب وأشوف ده وأعمل ده. وبعد كده بشوف بيتي بقى الحاجات دي بتاخد مني تقريبا 5 6، بيكون جوزي رجع، بغدي الأمور العادية بتاعت البيت. بنخرج بحب أمشي كلبي تاني بالليل. الأمور الحياتية، بني آدمة عادية طب كلميني عن العلاقة بينك وبين جوزك في سن ال58. جميلة، لأنه صاحبي وأخويا وصديقي وأبويا انتوا بتعملوا في بعض مقالب على السوشيال جدا ميديا ساعات جدا لسه؟ جدا، وبنحب ده. يعني اه. ناس كتير قوي بتفتكر ان احنا بنمثل، لا احنا بنعمل مقالب في بعض طول الوقت. يعني حتى يعني بحب اعمل شوبينج، بيحب يجي معايا نروح السوبر ماركت مع بعض، بنحب نقعد نغيظ وندلع في بعض. بيحب يعمل فيها مقابل كتير جدا. وانا مطلعه عينه بصراحه. يعني بصي انا شخصيه برضو فيها حته الاوسي دي اللي هو النظاميه قوي، فبجننه ياكل بسكوته بيفرول حته ابقى قاعده مسكه. فبنقعد نناكش بعض. نناكش بعض، ده آه. بيدي روح للعلاقة. ما بتضايقش. يعني ساعات كتير قوي بتأسف له على ان انا مش بيرفكت، انا ساعات بزودها في الترتيب في التنظيم، ساعات ببقى عصبية جدا. بيستحملني بستحمله. ما فيش انسان كامل، في انسان عنده قدرة تحمل، لان الشخص اللي قدامه مستحمله هو كمان. فلما بيبقى فيه ده رايح جاي، خلاص بتبقي عارفة ان انت في مكان صح. طب بقالكوا كام سنة متجوزين؟ بقى لنا 8 سنين. اه، ولسه العلاقة سبايسي كده. الحمد لله، لان في بينا انا ركبت موتوسيكلات قبل العلاقه دي، كان في مرحله كنت عايزه اجرب. كان مديري قال لي انا شايف فيكي بايكر، فقلت له انا ده انا بخاف اركب انتي عجله. كوكات قوي. يعني مش انا. قال لي صدقيني هتلاقي نفسك. ابتديت اتعلم وركبت موتوسيكلات، وكنت سعيده جدا لاني حسيت بحريه وانطلاق، وحسيت انا انا عندي وقت افكر وانا وانا راكبه. وعندي بس للاسف في وقت معين كان عندي ثقه عمياء وانا راكبه الموتوسيكل. كنت ببقى مبسوطه بقى بالشعر اللي بيهفهف، وكنت مبسوطه بقى ان انا لا ده انا جامدة بنت قوي. بايكر بقى. عملت حادثه موت. عملت حادثه ربنا نجدني منها باعجوبه. ف يعني دشدشتي كسر في فيها؟ الوش اوف. وكسر في يعني الحمد لله الحمد لله. ربنا كتب لي عمر، ربنا كتب لي عمر مره وانا بولد ابني الاخراني. انا ولدته في ست اشهر، وكنت انا وهو رايحين، وربنا كتب لي عمر هنا. ودي كانت اول خبطه خدتها فوقتني لنفسي. والخبطه التانية كانت الحادثه دي. ان انت ثقتك بنفسك لما بتزيد، اي انسان ثقته بنفسه لما بتزيد ويحس ان هو كده بتقلب غرور. اول ما بتوصلي لده انت ممكن تضيعي كل حاجه. فهنا قررت ان يمكن الموتوسيكلات مش مناسبه ليكي. وبعدين لما اتجوزت جوزي بايكر برضو، قال لي لا، مش اول خبطه معنى كده اركبي، ولو حسيت انك مش لاقيه نفسك خلاص نبطل، بس مش لانك اتخبطتي معنى كده خلاص نوقف. رجعت اركب تاني، وبالعكس بقيت اركب انا وهو، وبنسافر بقى لفينا مصر حته حته، ما خليناش حته ما ركبناش فيها موتوسيكلات. لا بننبسط الحمد لله. فبنشارك بعض هوايات كتير، ودي مهمه جدا في العلاقات، انك انت ورفيق عمرك، لان هو اسمه رفيق العمر. انا جوزي اللي اسمه هو رفيق. مش تبعي مش تبعي. وابتديت دايفنج برضه اه عشان اشاركه. برافو. يعني انا ما لقيتش نفسي في الدايفنج قوي، ولكن بنزل دايفنج مشاركه معاه، لان حلو ان هو يحس ان انت بتشاركيه هواياته، وهو يشاركك هواياتك، انت تستحمليه وهو ايه، وهو يستحملك هي دي الرحمه والموده والمشاركه في الحياه. طيب الأسئلة اللي الناس بتحبها،
التوب تيب بتاعتك او اكتر حاجة اشتغلت معاكي مثلا للبشرة؟ انا ما عنديش روتين ثابت، انا عندي روتين ثابت اللي هو لازم الصبح اغسل وشي بميه ساقعه. الروتين التاني لازم احط كريم ترطيب الصبح. ما بحبش احط ميك اب كتير، ما بقتش احب احط ميك اب كتير، ولو حطيت لظروف معينه اول ما برجع البيت اول حاجه اعملها اشيل ميك اب. ولازم قبل ما انام احط كريم مرطب، نايت كريم. دي خلاص ده بقى روتين في حياتي ما بقدرش اغيره. اما بقى انواع الكريمات اللي بحطها هي دي اللي ما عنديش روتين على نوع كريم واحد. في كريم بحطه وبيريحني بستمر عليه، وفي حاجات بحطها اجربها، لان حتى البشره لما بتعوديها على حاجه استمراريه خلاص هي بتاخد عليها، فبالتالي النتيجه بتاعتها بتقل. فلازم كل مده معينه تغيري وتجربي حاجة تانية. وفي طبعا الأيام دي طبعا الريتينول بيفيد البشرة جدا للناس اللي هي عدت سن ال40، لأنه بيساعد على الالاستيسيتي وشد الوش والخطوط الرفيعة اللي بتظهر في الوش، مع إنها دي خطوط حياتية قبل ما الكريم يصلحها لك أو البوتوكس والفيلرز نعملهم. ولكن لازم أنا أبقى راضية عنهم، ان دول مفيش حد مش هيحصل له، دي مرحله حياتيه لازم نرضى بيها يعني. شفت نكتة ضحكتني قوي، واحدة بتقول انها بتبص على ذا لاف لاين زي اللي عندي دول كده، وبتقول نفسي افهم ايه اللي كان بيضحك قوي كده. حسيت حسيتها بالعكس، انا. ده انت عارفه ان في حد قال لي كده، قال لي كل ما دول ما يزيدوا عنك تعرفي ان انت مريتي بضحك كتير في بالظبط، حياتك ما هي وتبقي بقى مبسوطه. متعصبة، انا نفسي افهم ايه اللي كان بيضحك ولما يطلع لك قوي. دول تعرفي ان انت مكشره وكشريه يعني. ف بالظبط. اه. مش وحش ان احنا نشتغل على روحنا ونحسن. عايز تعملي بوتوكس اعملي، عايز تعملي فيلرز اعملي، عايزه تعملي عمليه اعملي لو دي حاجه هتريحك نفسيا. بس في الاول ارضي بنفسك وحسني. طيب لسقوط الشعر عندك ايه نصيحة؟ سقوط الشعر ده تغذية. شعرك بيتحسن مع نظامك الغذائي، ولكن في حاجات بتضيف. انا بجرب حاجات، بحب احط في كريمات ترطيب للشعر اللي هو حمامات كريم، بحب اجربها. واي نوت؟ كل فترة لازم بجربها. بجرب أنواع مختلفة، بس طبعا بتبقى الأنواع اللي فيها زيوت نافعة. وبحب أقرأ جدا، بحب أدخل وأقرأ وأفهم الزيت ده بيعمل إيه. طب الزيت ده بيعمل إيه؟ مش كل شعر زي التاني، مش كل بشرة زي التانية، ومش كل اللي هيفيدك هيفيدني، ومش كل اللي هيفيدني. يعني في ناس قوي تقولي أنا جربت، أنا بعمل خليط الروزماري اللي هو إكليل الجبل، بغليه وأسيبه وبرشه على الحتت الضعيفة. أنا عمل معاه نتيجة، واكيد هيعمل مع الاف الستات نتيجه، الاف ملايين ممكن. ولكن في ناس ما بيشتغلش معاها، وفي ناس مثلا بعد تقول لي اصله بيطلع شعر ابيض. لا، شعرك يعني كله. مال اكليل الجبل اه. ومال الجينات اللي في الجسم اللي بتطلع. ففي ناس عندها معتقداتها، ما تقدريش تقولي لهم لا، لان هم اتربوا على المعتقدات دي. ولكن حلو انها تجرب، يمكن يبقى في استفادة. فأنا للشعر بجرب كذا حاجة، وبحب أقرأ إيه اللي بيفيد. وآخر حاجة هي إكليل الجبل، بعمل الخليط ده وبجربه مساجه على الشعر. وطبيعي ان يحصل سبليت اندز، طبيعي ان الشعر بيقل، الحاجات دي كلها طبيعي نرتضي بيها، نحاول نساعدها، بس ارضي. طيب انت بتحبي تطبخي واكل كرياتيف وكده، ايه الاكل الصحي يعني اكلك، او كلميني عن اكلك انت شخصيا شكله بلاش عامل تسأليني ازاي؟ على أكل أنا عشان مش هتنبسطي. أنا أقرب ما يكون للإنسان النباتي. أوكي، أنا ما بحبش اللحوم. يعني حتة لحمة فيليه أو صدر فرخة ده بالنسبة لي أنا أكلت لحوم. بس بحب أطبخ الكوارع مش تطلعش منك. والعكاوي بحب اه. أطبخ الحاجات دي جدا. الأكل الشرقي ده هوايتي. اوكي، لكن انا بحب الاكل الهيلثي جدا جدا. يعني انا بصحى الصبح بعد ما بعمل تمريني، عارفه لما تحسي ان انت مشتاقه لعلبه الزبادي بالجرانولا بالشيا سيدز والفاكهه، عندي اشتياق. وروتيني معروف، يوم زبادي وفاكهه وشيا والحاجات دي. انا ما باكلش عيش تقريبا. انا مؤخرا بقيت باكل عيش شعيري، بيبقى زي التوست كده ناشف، مع جبنه قليله الدسم، ماليش في الدسم قوي عموما، وبرده مع فاكهه. فعندي يوم ده ويوم ده بالبيض المسلوق. طبعا البيض المسلوق ده جزء من اليوم اللي فيه الجبنه.
يومي اكلي ما بيطلعش بره، بشكل فواكه، بشكل ممكن اخد جبنه بيضه، جبنه رومي، جبنه، بس هي حته ما بحبش، يعني ما بحبش اي زياده في اي حاجه مش صحيه. يعني في حاجات، عارفه، انا لو قعدت اكل زبادي، لو كلت 10 علب زبادي ما انا هتعب. فدايما الاعتدال في كل حاجه كويس جدا. وبحب السلطه، سلطه اديني سلطه بانواعها، سلطه بالفاكهه، سلطه بالخضار، سلطه بالسلطه، سلطه بالفراخ، سلطه باللحمه، سلطه. بحب اشكل في السلطه. طب عندك اي برضو مايند سيت تيب او هاك كده مثلا بتقوليها لنفسك او بتغير؟ ما بحبش اكل، يعني انا عاده كنت باكل بسرعه جدا. ما بستمتعش. جربي كده، بدل ما انت بتاكلي عشان تاكلي، جربي تاكلي، اعملي علاقة مع طبق الاكل اللي قدامك. آه، ملي عينك قبل ما تملي. بدل ما تاكلي بسرعة بسرعة بسرعة، الاكل دخل هيعمل خلاص، انت وانس انه نزل مش هتحسي بطعمه. اعملي علاقتك بالاكل. انت بتحبي، انا بحب السلطه، طب ما اقعد واكلها واتمتع بكل معلقه او كل شوكه باكلها منها بالراحه. ده بيشبعك اسرع جدا، ما بتقدريش تكملي الاكله لان انت خدتي وقتك على ما الاكل ما بينزل. الانسان بيفضل في مرحله الجوع 20 دقيقه. فلو انت عرفتي تاكلي مع نفسك 20 دقيقة هتشبعي من قبل ما تخلصي الطبق اللي قدامك. اوكي. دايما بعمل لنفسي، وساعات غصب عني بلاقي طبعا العاده ان انا اكل بسرعه عشان ورايا حاجه اسرع. السرعه اللي انا ما بطلعش منها دي بحاول اجاهد نفسي فيها. بس دايما لا، اقعدي وبالراحه واستمتعي، وكلي اي حاجه بنعملها بالراحه بنستمتع بيها. طيب انت كنت بتقولي ان الناس بتفتكر ان الرياضة هي اللي بتخسس، بس الاكل هو اهم حاجة. كل الناس فاكره الرياضه، العب رياضه خلاص انا خسيت. لا اه، خالص. وبيقولوا 80-20 ولا مفيش قوي النسبة دي؟ ما فيش نسبة، لأن كل جسم مختلف عن التاني. حرقك مختلف عن حرقي، مختلف عن حرق الراجل، مختلف، يعني كل جسم وليه حرقه. ولكن في الآخر نظامك الغذائي والأكل الصحي اللي بتاكليه الكامل، لازم ناكل بروتين، نشويات، خضار، معادن، فيتامين، حاجات فيها فيتامين. لازم نتأكد ان كل ده موجود مع شرب المية. اوكي. وطبعا الشمس، وجودك ان انت تقعدي في الشمس، واحنا الحمد لله ربنا نعمنا ببلد فيها اجمل شمس. لما تدي جسمك الحاجات دي كلها، اوكي، دي اسمها التغذية الصحية. بتغذي جسمك بطرق مختلفة. هنا بتبقى الجسم الرشاقة بتيجي، عايزة اخس اقفل بقي، ما مش هاكل قد كده واروح اجري واقول انا خسيت. لا، لان الدهون اللي موجوده في اكلات معينه خلاص بتترسب كدهون. لكن الرياضه بتشد الجسم، بتبني عضلات. العضلات دي بتشدك، بتخلي بدل ما انت رفيعه ولكن عندك جسمك مش مشدود، لا، بتشد جسمك فتبينك ارفع. فدي ليها ميزه ودي ليها ميزه. لكن عايزه تخسي، ارجوكي اقفلي بقك بس. في ايه تاني بتشتغلي عليه في نفسك او جزء من شخصيتك انت مش حباه؟ مش حابة، لأ. يعني أنا وصلت لمرحلة باحب حاجات كتير. أنا يعني حلو إنِّك تحبّي الحاجات اللي بتعمليها، بس طبعًا ساعات ما باحبّش إن أنا باستعجل. بابقى عايزة أعمل كل حاجة، وبابقى عايزة أفيد الناس كلّها، وبابقى عايزة أحِل مشاكلِك وأحِل مشاكله وأحِل. ده بيضغط على أعصابي ساعات، فبيخلّيني متوتّرة، فباضطر إن أنا أقضّي وقت أكتر مع نَفْسي، في الطبيعة أو في هدوء. باجاهد نفسي كتير إن أنا ما أجيش على نفسي، يعني أعمل على قد قدرتي، ما أعدّيش خط. وهي دي بقى الحدود اللي دايمًا بنقولها، لازم حدود، لمّا بنتخطاها بنتعب. فأنا دايمًا عندي مع نفسي جهد إن أنا كل ما باعدّي الحدود دي أرجّع نفسي فيها تاني، وأنا باعدّيها كتير على فكرة. طيب في اي حاجة ريمان بتخاف منها؟ باخاف من حاجات كتير. باخاف طبعًا، آآ بس خوفي بيروح مع التجربة. لمّا آآ لمّا باهدى مع نفسي، حتى الهدوء هنا مهم جدًا. يعني أنا كنت باخاف من الضلمة، باخاف أنام في باب مقفول. فجرّبت، قفلت الباب، مش
مش عايزه اقول لك ان انا في مرحله معينه كنت خايفه اتطلق لاني بخاف انام لوحدي في السرير. اوكي، فالحاجات دي كلها عراقيل اوبستكلز في حياتك. جربي نامي لوحدك، ما هيحصل لك ايه؟ اقفلي الباب، جربي. اول يوم هتبقي متوتره، نومك هيبقى اقل، تاني يوم هتتوتري اقل، تالت يوم دلوقتي بقفل الباب وبقفل النور. ولما جوزي بيسافر شغله ببقى سعيده ان انا برطعه في السرير. كلها تعودات، حاجات اتربينا عليها في مخنا بتخوفنا. لكن في خوف صحي. انا زي ما قلت لك عملت حادثه الموتوسيكل لما الخوف بتاعي راح، ودخلت في مرحله ثقه زايده بغرور. انا كل ما بركب الموتوسيكل لازم بقرا قرآن، ببقى حذرة جدا، ببقى خايفة. انا قبل ما بطلع على الموتوسيكل ببقى خايفة، طبيعي، انت مسلمة روحك للي خلقك. فالقلق الصحي مطلوب، الخوف الصحي من الخطر مطلوب. يعني لا، ما نرميش نفسنا في التهلكة كمان، انا مش طالعة. لا، لازم ابقى عندي الخوف اللي يخليني في امان. الخوف الزيادة ما بيخليكيش تستمتعي بالحياة. عدم الخوف العكس تماما، بتخليكي متهورة، فبالتالي بيحطك في التهلكة. مودريشن، كل حاجة بمودريشن بيرفكت. بتخافي من الستينات او السبعينات او داخله عليهم، داخله عليهم مبسوطه، داخله عليهم ساعات كده، عارفه وانت معديه تبصي في المرايه، ايه ده في شويه خطوط، ده انت قمر. عارفه بعمل كده على طول على فكره. يعني آه، هل انا لما اخاف من 60 او من 70 هوقفه؟ مش هوقف، هوصل 60، هوصل 70، والعمر عند ربنا. فبالتالي يا ادخل ده وانا مبسوطه، او هدخل ده وانا مكتئبه وحزنانه على روحي، مش هنبسط. فبالتالي تقبل، رضا، هتدخلي وانت زي الفل ومفيش حاجه في ال60. انا بعمل حاجات دلوقتي ما كنتش بعملها وانا في ال20 وال30. وباكد لك انا بدخل تشالنجز مع بنات امارات في الجيم، عشرينات وثلاثينات، والحمد لله بأدي معاهم الحمد لله. يعني نحافظ على نفسنا، أهم حاجة نحافظ على صحتنا النفسية، نحافظ على صحتنا الجسدية، نحافظ على روحنا. ايه اصعب حاجة كانت في المينوبوز وعدت على خير ولا ايه؟ آه، بصي هي فترة، بس لازم أقول لك حاجة يعني أنا اقتنعت بيها. لما اقتنعت بيها ارتحت. أنت جسمك بيتغير، أوكي، بيبقى فيه التغييرات دي بتؤدي إلى نفسية، بتبقى في حاجات كتير بتتغير جواكي. ولكن مع التغيير ده أنا فكرت، هل ربنا قصده إن هو يخليني أتعب، ولا قصده إن هو يريحني؟ آه، كام بنت وكام ست تألمت من الدورة الشهرية ومن الأعباء اللي بتسببها لها الدورة الشهرية. كام ست خلفت وبقت حامل وهي مش عايزة، واضطرت ان هي ما تبقاش ام عادلة، ما تبقاش ام جايبة بيبي عن اقتناع ان هي عايزة تربيه لمجرد ان هي ما خدتش بالها. ربنا عنده حكمة، ربنا بيقطع عنك الدورة الشهرية، فبالتالي ده بيشيل عني قرف الدورة الشهرية، وقرف ان انا ابقى شايلة هم هخلف مش هخلف. يعني خلاص انا طقطانك. انت واحدة عندك 40 سنة، انت لسه عايزة تربي؟ ما هو يعني لو ربنا اكرمك بولاد، انت عارفة قد ايه مجهود الولاد؟ فده ربنا بيهون عليكي وبيشيل من تفكير في مخنا كتير، وبيقولك اتمتعي بنفسك. ده وقت بغيرك من واحدة عايزة تخدم غيرها لواحدة لازم بقى تراعي نفسها، وبتعبك شوية عشان تاخدي بالك من صحتك أكتر. بديكي هبات سخنة، لا ده أنا بفوقك، خلي بالك من صحتك. بديكي تقلب مزاجي عشان أقولك اجري، العبي رياضة، اتحركي. الحاجات دي
هتشيل عنك. ولو جربتي تعملي تمارين ورياضة وانت عندك الأحاسيس دي هتشوفي قد ايه الدراسات بتقول 60% من الستات اللي بيلعبوا رياضة الأحاسيس بتاعت المينوبوز عندهم بتبقى أقل كتير. فأنا شايفة إن لو خدنا الجهة أو الناحية الحلوة بتاعت المينوبوز بجد هتعرفي تعدي المرحلة دي في أمان وفي سلام، وهتشوفي قد إيه أنت سعيدة بنفسك. طب ايه الحاجة اللي محدش قالها لريمان ولسه ما عندهاش إجابة ليها؟ لو أعرف أقولك بجد لو أعرف إيه هي الحاجة مفيش حاجة هقرا. محيركي ما مالكيش إجابة لا ليها؟ بصي، طول ما انا عندي جوجل حبيبي وشات جي بي تي، على قد ما ليهم اضرار على قد ما ليهم فايده جامده جدا. يعني انا بحب اقرا جدا وبحب افهم وبحب الحاجه اللي حد يقول لي على، يعني انا لما شات جي بي تي بيديني مثلا اقتراح جديد او يقول لي على اعمل حاجه ازاي احب اجربها. لو جربتها وما جابتش نتيجه خلاص ما مش هفيدك بيها، هركنها في الجنب. لكن لو جربتها وجابت معايا نتيجه هعملها. فبحب اقرا، يمكن ساعتها لما حد يسالني سؤال حتى لو ما عرفتوش في ساعتها هروح اتعلمه او اقرا عنه علشان اقدر المره الجايه او ارفع السماعه اقول لك انا عرفت الاجابه هقول لك عليها. سؤال بسأله لأي حد في محدش قال لي، محدش قال لي ريمان ايه؟ ما حدش قال لي الباب يفوت جمل، لاني ببقى عارفه مقاس الباب وعارفه مقاسي وعارفه امتى هعرف اخرج من الباب وامتى مش هعرف اخرج من الباب. فالحمد لله لغايه النهارده ما حدش قال لي الجمله دي.